ابدا في البدايه مع دكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسي وعضو الجمعيه الوطنيه للتغيير. دكتور حازم، مساء الخير. مساء الخير زماني، اهلا بيك. اظن ان حضرتك مش مفاجئ، لانه بقى لهم كام يوم عمالين يلمحوا ويستشهدوا، ومجموعه من الحريه والعداله والاخوان المسلمين كل شويه عمالين يتكلموا وماسكين في حاله حضرتك. دكتور حازم كان بيرمي طوب، دكتور حازم كان بيرمي طوب، فاعتقد انك كنت مستهدف من البدايه. هو المفاجاه مش من دلوقتي، المفاجاه من ما فيش مفاجاه من اساسه. لانه منذ تولي الرئيس مرسي اي حد بيقرا التاريخ هيعرف تماما ان الخطوات اللي بتتخذها هذه الجماعه الفاشيه ستؤدي الى ذلك. احنا بس اللي عملناه ان احنا اسرعنا باظهار وجههم القذر. يعني هي الفكره كلها ايه؟ انت ممكن الموضوع ده يتاجل. لا، خلينا بدري بدري كده بقى نجيب اخركم عشان الشعب المصري يعرفكم على حياتكم. اللي طبعا انا من ضمن الخمسه الاولانيين. كنت في مداخله في قناه اخرى وكان في وكيل النيابه بيتكلم بيقول كمان ان في منع من السفر. فطبعا يعني منع من السفر ايه يا باشا؟ يعني انت بتتكلم في ايه؟ فواضح ان ده طبعا خطوه لاقصاء المعارضه تماما، وخطوه على فكره ممنهجه ومخطط لها جيدا جدا من هذه الجماعه الفاشيه. الخطوه الاولى تبدا ب تبني العنف من قبلهم في اول يوم في قمه كشف الحساب، ثم الاتحاديه، ثم يحدث غليان في الشارع، يحدث غليان في الطرف المعارض، يبقى عايز يرد، يبتدي يعمل جمعه دعوه ليها سلميه طبعا، وانا عندي توثيق كامل لسلميه هذه الدعوه. بس يعمل ايه بقى ساعتها؟ يروح جايب لك ناس تبعهم ينزلوا يضربوا فيك طوب عشان لما تمسك لما تدافع عن نفسك وتمسك الناس دي ويتعوروا، ياخدوا المشهد والصوره ويبتدي يلبسوك انت في ايه؟ في قضيه تحريض عنف وكلام فارغ من ده. انا في رايي طبعا ان هذا اول مسمار في نعش عصابه الفاشيه في مصر. الشعب المصري ابتدى يكتشفهم. يمكن ندفع ثمن، الله اعلم، ثمن غالي، نص غالي، ثمن رخيص شويه، بس في كل الاحوال هندفع ثمن، ومفيش حاجه بتغلى على مصر. بالنسبه لموقفي ثابت من اول يوم. البلاغ بتاع الاخ اللي اسمه عصام سلطان ده، البلاغ الطفولي ده، من ساعتها انا اعلنت عشان بس موقفي ثابت ان انا لن امثل امام النائب العام، لان النائب العام ده غير شرعي، غير شرعي قانونا ودستوريا، وغير شرعي كمان فعليا. عدم شرعيته القانونيه تاتي ان هو اتى باعلان دستوري غير شرعي لم يستفتى عليه الشعب. وده كلام واضح جدا. عدم شرعيته فعليا انه نائب عام، نائب خاص لجماعه. طيب دكتور حازم، تعتقد انه حضرتك من البدايه ولارائك المعارضه لهم دي كانت النتيجه، وليس فقط لمساله انك رديت او دافعت عن نفسك لما كان في القاء طوب فرديت دفاعا عن نفسك بالقاء الطوب؟ يعني الواقعه الاخيره ليست هي فقط المقصود، انما مقصود شخص حضرتك لا يعني انتقادك العنيف لسياستهم. والدليل على ذلك انه منذ دعوتي لهذا اليوم سلميا على تويتر، جالي بلاغ من الشخص التابع لهم والذي يسمى عصام سلطان ببلاغ كيدي بحق مقالات حزب الوسط ملوش اي معنى، ثم دعوات على صفحات الفيسبوك الاسلاميه باعدام حازم عبد العظيم. هذا الكلام حدث قبل المليونيه وقبل الاحداث. اللي تابع كويس هذه الجماعه يعرف ان هي من اول يوم لا تقبل الفاشيه، لا تقبل المعارضه، وستلاحق كل المعارضين. وده شيء انا بالنسبه لي يعني زي ما يكون كده شايف خريطه واضحه جدا قدامي. بس اللي انا بعمله الحقيقه ان انا بعمل ايه؟ انا بحاول اعريهم واكشفهم انا وزملائي طبعا، زي ما بيقولوا ايه، بدري بدري، خلينا نخلص ونشوف اخرتهم ايه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور حازم عبد العظيم. بس معلش قبل ما انهي، جالك استدعاء رسمي ولا لسه؟ والله الكلام كله فيه استدعاء رسمي. يعني انا ما جاليش حاجه للبيت، يعني دلوقتي انا بره البيت، هم اكيد بيطردوني دلوقتي في الشوارع يعني المفروض ان هم في اي وقت هيقبضوا عليا. اهلا وسهلا بيكم. يعني لو جالك استدعاء مش هتسلم نفسك؟ او مش هتروح تحضر تحقيقات؟ ايه؟ مش هتخانق مع الداخليه، يعني اديله بنيه في وشه، لكن اقصد ايه؟ ان انا اؤكد عليه ان انا مش همسه امام النائب العام. لو جابوا لي وحطوني بالعافيه امام النائب العام هقول له الكلام اللي قلته لك ده، اقول له انت لا تمثلني. كان في كمان دعوات دكتور حازم يعني لا احراق مدينه الانتاج الاعلامي بالامس ومن قبلها عدد من مقرات الاحزاب الليبراليه، وكان في فتاوى باعدام وفتاوى بقتل واهدار دم عدد من السياسيين. يعني لماذا تحرك النائب العام في هذه القضيه ولم يتحرك في القضايا السابقه؟ لا طبعا لسبب بسيط جدا، ان هذه القضايا الاخرى لا تخصه.
هو نائب عام خاص بالاخوان المسلمين، هو ماله مال القضايا دي؟ يعني الناس اللي ماتت اتعذبت في الاتحاديه مثلا بيبقى حاجات موثقه، النائب العام ماله مال؟ هو الرئيس جابه عشان يشتغل ليه هو. الموضوع واضح وبسيط يعني مش هنبالغ فيه يعني، هو ده حقيقي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حازم عبد العظيم، الناشط وعضو الجمعية الوطنية للتغيير. وطبعا الأسماء اللي موجودة أسماء كلها ليها قيمتها ولها تقديرها وترصدهم. وعايز أقول لحضراتكم الأسماء اللي تم الإعلان عنها بيقال إنها ليست الأسماء الموجودة وفقط أو التي سيتم التحقيق معها وفقط، وإنما هناك أسماء أخرى.